التفاعلات الكيميائية شرائط العلاقات التوكسيك، يعني البدايات تكون تمام والنهايات خلني ساكتة. شرائط ما يصير ويا سيارتك أول ما تشتريها تلمع وعقب تصدي. تدري إن اللي يخلي السيارة تلمع وتصدي هو نفس نوع التفاعل؟ كل شيء حولنا يتغير بسبب التفاعلات الكيميائية، حتى اللي يصير داخل أجسامنا شرائط هضم الطعام وشفاء الجروح. سيارتك الجديدة اللي تكون مطلية بالكروم وتلمع كأنها قطعة فنية، بس مع الوقت تبدأ تصدي وتفقد بريقها. الصدق هذا مو بتغيير بسيط، هذا ناتج عن تفاعل كيميائي حقيقي. Fe الحديد الموجود في جسم السيارة يتفاعل مع O2 اللي هو الأكسجين في الهواء ويكون لنا مركب جديد اسمه أكسيد الحديد Fe2O3. هذا التفاعل يغير تركيب الذرات ويخلق مادة مختلفة تماماً، يخلي لونها بني برتقالي بدل فضي لامع. ورغم كلها مو بكل تغيير نشوفه عبارة عن تفاعل كيميائي. مثلاً يوم الثلج الماي هذا عبارة عن تفاعل فيزيائي مش كيميائي، بس الصدأ تغيير كيميائي غير من طبيعة المادة نفسها. وكلها من كتاب الأحياء للصف الثاني عشر من المنهج الإماراتي. الحين خبروني، لو التفاعل الكيميائي غير المادة شو اللي يغير الناس؟ اكتبوا لي في التعليقات.